السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهاردة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبهنا وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل البانيه بدون بيض بدون لبن، بطريقة سهلة جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت، والله طعمه بيبقى جميل وخفيف كمان. معانا بصلة مبشورة، بصلة واحدة بس مبشورة زي ما انتوا شايفينها كده. انا عاملاها بالكب، وممكن تعمليها تفرميها اكتر من كده. ومعانا التوابل بتاعتنا، طبعا بنحط له بصل بودرة، توم بودرة، البهارات، فلفل، كمون، حبة بابريكا، حبة شطة، يعني إذا حبيتي. وبنقلب، والتوابل بتاعتنا كلها كده بنحطها. طبعا أنا محطتلوش ولا بيض ولا بقسماط، ايه البيض غالي بقى والبقسماط غالي. فقلنا نعمله ايه وبيطلع حلو. يا رب الطريقة ان شاء الله هتعجبكم. حطينا كركم، حبة كركم حلوين. ومرقة الدجاج دي بقى جربي كده، بس تحطي مرقة الدجاج على تتبيلة الفراخ، والله بتديها طعم حلو هتعجبكم. ولو عندك دبس رمان، عندك سيا صوص، تحطي برضو. يعني انا عندي دبس رمان، حطيت حوالي معلقة، برضو بتدي طعم جميل جدا للتتبيلة، بتشم ريحتها كده وانتي بتعمليها. وابتدي طبعا اقلبهم مع بعض زي ما انت شايفه كده. حطيتي بقى، حبيتي تحطي ليمونه، برضو الليمونه بتدي طعم حلو. انت بقى براحتك ورغبتك، عايزه تحطي زبادي حطي زبادي، مش عاوزه خلاص. بس الزبادي بيطري، واحنا مش يعني الواحد ما بيحبوش طري. ومعانا معلقه خل واحده بس. التتبيله ديت جربيها كده وقوليلي ايه رايك في التعليق. بصراحه التتبيله والله جميله، يعني من ريحتها كده بتبان. وهيقلبناهم كلهم كده مع بعض زي ما انت شايفة كده. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهنمسك بقى البانيه. طبعا احنا البانيه قبل ما نحطه في التتبيلة ديت انا غسلاه الصبح، وحطاله ملح وليمون وخل، يعني نقعاه كده حوالي ساعتين تلاتة قبل ما تحطيه في التتبيلة دي، برضه عشان الزفارة كده. وفي التتبيلة دي برضه بسيبه حوالي 3 ساعات 4 ساعات حسب ما هاجي اعمله. ومعانا الدقيق بتاعنا بدون فيجيتار او بدون بقسماط، دقيق بس، نشا، فلفل اسمر، حبة كركم، ومعلقة بيكنج باودر. معلقة بيكنج باودر دي جميلة، اولا ما بتخليش البانيه يشرب معاكي زيت، ثانيا ما بتخليش البانيه يقشر معاكي تطلع الطبقة اللي فوق وتفضل الطبقة اللي تحت، لا. معلقة البيكنج باودر دي حلوة جدا. وبتحطي معلقة النشا والتوابل بتاعتك، برضو ممكن تحطي مرقة دجاج لو عايزة. وبقلبه وبقلبهم كلهم زي ما انت شايفة كده بالتتبيلة بتاعتنا. واهي زي ما انت كده هنتبله. وبنتبل البانيه كله، وبرده بنسيبه حوالي ساعة او ساعتين في التلاجة علشان الدقيق يشرب من من حتة البانيه. برضو من الناس اللي بتشتكي بتقولك الطبقة اللي فوق بتطلع لوحدها، بتفصل عن البانيه زي ما انت شايفة كده. لا بتبقى بتسيبيها ساعة او ساعتين، منها الزيت ما يتحرقش. وعاوزة بقى تقليب كده هنعمل، وخلاص بقى سيبناه يتبل. وهنعمل معاه الرز بقى. كسرنا لون الرز بقى، هنعمله رز الالوان. رز الالوان بتاعنا هنعمله معاه جنب البانيه. يعني يا اما انت عايزه تحطي تعملي مكرونه اعملي، مش عاوزه. فانا قلت اعمل الرز واعمله كمان النهارده الرز الالوان. هنكسر بقى من لون الرز الابيض التقليدي او رز فجبنا البصلايه بقى بتاعتنا، حوالي بصلايه كده كبيره. طبعا حطينا ملح ابيض للبصله. والماده الدهنيه بتاعتنا ان كان زيت او اللهم صل على سيدنا محمد او سمنه. انا بحط طبعا الرز بحط له الاتنين، معيش بقى البخار عمل. طبعا انا غاسله الرز ومصفياه على الاخر زي ما انت شايفاه كده. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. وهنحطه برضو بنحط له مرق الدجاج، وبنحط له الميه بتاعتنا. وفي الاخر بقى بنحط الالوان بتاعتنا، طبعا بتكون الوان طبيعيه. وهنحط ونقلب بقى الرز، نديهم تقليبه كده حلوه.
زي ما انت شايفة كده. لازم تقلبي الرز مع البصلة مع السمنة عشان تعملي طبقة عازلة للرز، وما ما يتعجنش منك. من الناس يعني بتشتكي ان الرز بيتعجن منها. لما تقلبي الزيت الرز مع المادة الدهنية ما بيتعجنش منك ابدا. وزي ما انت هنحط بقى الفلفل الاسمر وملح الابيض بقى، بقية الملح الابيض بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. معلقة، انا عارفة لان انا بعمل رز كتير فعارفة المعيار بتاعي. هي المعلقة ديت بحط فيها ايه الملح. وممكن تدوقيه برضو، بس انا ما يعني ايه ما بحبش ادوق الاكل. في ناس بتدوق، انا مش بدوق على طول. زي ما انت شايفة كده ايه. نعمله كده مع بعض. وهنسقيه بقى المية. هنحط المية يا دوب المقدار اللي احنا عارفينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا طبعا عارفين مقدار المية بتاعتنا، زي ما انا قايله لكم قبل كده في الفيديوهات. براس المعلقة، بتحطي راس المعلقة يا دوب المية زي كده. كده تعرفي ان الرز بتاعنا عمره ما هيتعجن. وانصحك برضو نصيحة، لا ما تقلبيش الرز اثناء ما هو في المية بتاعته لان بيتعجن منك. فمعلش بقى البخار عمل بالكاميرا. فانا كده بقسم الرز 4 تربع. ربع احط فيه اللون الاصفر، ولون احط فيه اللون الاحمر، ولون بقى بمزج الاتنين مع بعض، اللون الاصفر مع اللون الاحمر، واحطهم مع بعض اسيبهم بقى يتشربوا. ارجع تاني للبانيه اللي انا بقليه دلوقتي اهو في الطاسه. طبعا انا بقليه بزيت. حبيتي تحطي سمنه على زيت برضو ده براحتك. ورجعنا بقى بعد ما الرز اتشرب معانا نبتدي بقى نقلب كله. نمزج بقى الالوان كلها مع بعض، الاصفر مع الابيض. فبيطلع بقى رز معاكي كده كسرنا ملل، بس يعني تكسير كسر ملل اللون الابيض، فبيديكي طعم حلو وتغيير بقى. ورجعنا البانيه بتاعنا بنقلبه واهو زي ما انتوا شايفين. وادي الرز زي ما انتوا شايفينه كده، بألواناته بجماله زي ما انتم شايفين كده. يا رب الفيديو يعجبكم. وادي البانيه بتاعنا طري طري وجميل، وبصراحة طعمه والله خطير. ويا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسوناش في الاشتراك وفي اللايك وفي كلمة حلوة، وربنا ما يحرمنيش منكم.